السلام عليكم مشاهدي، لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، في ظروف جيده. اليوم نهار جديد ان شاء الله، كيف ما كتشوفوا معايا شارك معكم شباكيه المغربيه لحقها وطريقها بالاصول ديالها. وكنتمنى تتبعوا الفيديو ان شاء الله من الاول حتى الاخر باش تفهموا الطريقه وكيفيه التحضير. خليكم مع الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شباكية بلدية لحقها وطريقها سهلة، بمقادير موجودة في كل بيت، أي واحد ممكن يستعملها. بسم الله. دابا كنخلطوا النواشف، يعني هذه زلافة نتاع الجنجلان. قلت قلنا الطحين. شحال عملتي ديال الطحين؟ عندنا 2 كيلو نتاع الطحين، كنديروا فيهم زلافة نتاع الجنجلان، 2 مغارف نتاع حبة حلاوة ونافع مطحونين مزيان، مغربلين. معلقة ديال القرفة، شويش ديال الحب، هذه مسكه الحره، مطحونه مع شويه السكر باش ممكن تطحن. نخدموا النواشف هما الاولين، نخدموا من النواشف هما الاولين. وما نساوش اللي بغى يديرها خميره حمراء ديرها، اللي ما بغاش لا اختياريه. هذاك الراس ديال المعلقه ماشي بزاف، غير الراس نتاع المعلقه كتبقى اختياريه، اللي بغى يستعملها اللي ما بغاش راه هي وقيلا عندها واحد الضوء يمكن ما كنشدو هاد النواشف كامله كنخلطوهم مع بعضياتهم باش ينسجموا مع بعضياتهم. حنا كنحكوا بيدينا هكا، يعني هاد المسائل كامله تقليديه عاديه ما فيها لا. هذه عملنا شباكيه اللي هي الاصليه، حنا ماشي ما بغيناش نعملوا فيها اللوز، بغينا نعملوا عاديه باش اي واحد يمكن يعملها. اي واحد ممكن يعملها. غلاء المعيشه وكل شيء الله يكون في العون لكل واحد. حنايا بغينا نعملوا حاجه اقتصاديه، باش كل واحد ان شاء الله الاستطاعه ديالو يعملها. نتمناو يدخلوا هاد العواشر بالصحه والعافيه علينا جميعا طول العمر، باش ما كنتمناو كاملين ان شاء الله بحول الله. اللهم امين. كتبسي داكشي كامل مع بعضياتهم، كلشي كندخلهم مع بعضياتهم. كنزيدوا لهم الزيت. دابا حنا كنبسوا هادشي كامل. الزيت هذا مقدار نتاع الزيت نتاع المائده، زيت المائده زائد زيت عاديه. سمي كاس على حساب 2 كيلو ديال الطحين. 2 كيلو ديال الطحين كنديروا فيهم كاس نتاع الزيت نتاع المائده، وكاس اخر كنديروا فيه النص نتاع الزبده، نص كاس نتاع الزبده مذوبه، ونص كاس نتاع الزيت البلديه. اللي ما عنده شيء يدير زبده عاديه، ماشي هي الدور ديال هذاك الزيت البلديه. كتخلي واحد النكهه زوينه في الشباكيه، يعني الشباكيه كتكون فيها واحد النكهه مزيونه، ماشي هذاك ما عنده شيء. اللي ما عندوش ما يحتاجش يديرها، ما كايناش حتى الزيت البلديه شويه غاليه، يعني يدير غير الزبده. ممكن دير الزبده بونه، على حسب الاستطاعه نتاع الانسان. يعني الزبده ضروريه كنديروها فيها باش كتخلي ديك القرمشه، كتخلي الفيطاش كتعاونوه. كنديروا النص نتاع الزيت الزبده مذوبه حتى طيبناها مزيان، يعني ولات نوازيت. وكنزيدوا معها الزيت البلديه. اللي ما عندوش ما يحتاجش يدير غير الزبده خاص تكون الزبده بونه، المهم انواع الزبده ديال الحلوى. اللي ما عندوش شي سونطرال يدير غير الزبده عاديه. وكيذوبها حتى كتولي نوازيت. ديك الساعه كنزيدوه المقادير. دابا عملتي الزيت، من بعد عملتي الزبده ونص الزبده ونص الزيت. كنبسوا هاد المسائل هذه كامله وكنخليوها ترتاح حتى كتشرب. ضروري نخليوها ترتاح. ضروري خصها ترتاح، ما يمكنش ما ترتاحش، خصها ترتاح باش كيشرب هذاك، كتشرب السوائل ديالها كامله وكتبسس باش كتعاوننا في العجينه. يعني العجينه كتسهلها علينا، ما كنحتاجوش يبقاو عاد ندلكوا، لان العجينه الشباكيه ضروري تكون قاصحه، ما يمكنش تجي رطبه. الا جات رطبه كتولي قاصحه في الطياب، اما الا كانت قاصحه راه كتخرج لينا رطبه هشيشه كتذوب في الفم. مع هاد الحركه هذه ضروري
باش كيدخل هادو الزبده العناصر. والزيت كتدخل في بعضياتهم، ومسائل اخرى حتى هي الطريقه مهمه. ضروري هذا. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. راح نعمل لنا واحد الشباكيه ان شاء الله مجموعين مع بعضياتنا، انا ولوستي يوميات ام صهيب. كنتمنى تدخلوا عندها وتشرفوها، وواحد الجاره ديالنا والصديقه ديالنا واخت ديالنا هي حتى هي معاونانا، ورحنا معاونين ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معنا دابا. السلام عليكم مشاهدين ديال قناه يوميات ام ايناس، مع يوميات ام صهيب. كيف نتوما مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بصحه وعافيه يا ربي، وعشركم مبروكه، دخل عليكم بالصحه والسلامه والرزاق والتيسير ان شاء الله. اليوم معنا الاخت سعيده الصديقه ديالنا، يعني راه اختنا بحال العائله مع بعضياتنا، ودابا مجموعين كنعملوا الشباكيه ديال يوميات ام ايناس، وكنتمنى تدخلوا عندها وتدعموها وتشاهدوا الفيديو ديالها من الاول حتى الاخر، وبقوا مع الفيديو وفرجه ممتعه ان شاء الله تعجبكم الشباكيه. قبيصه الملح ضروري. قبيصه الملح. كامله كتبسس بهذه الطريقه، وهي ما احسن كان عندك الوقت غتخليها تبات ليله كامل مزيان. وإلا كان ما كانش عندك الوقت واخا تبسسها ماشي كتقضي الشغل ديالك ديك الساعه كترجع موراها كتعجنها. اللي مزروب فيها راه كيعجنها في ديك الساعه، اللي ما مزروبش خليها. عناصر ضروري تشرب مع بعضيها بصح. وهاد العمليه اللي كنديروا دابا هي اللي كتخلي باش كتساعدنا في العجين، كتسهلوا علينا وكتساعدنا فيه وما كنتعبوش فيه. يعني ديك دلك ما دلك الطريقه هذه كتساعد. كنخليوها كترتاح كيشربوا المقادير. هاد العمليه ديال اننا خصنا نغربلو ضروريه، ما يمكنش ما نغربلوش ضروري باش الا بقاو دوك الزوائد نتاع الجنجلان باش ما كتقطعش العجين. العجينه كتساعدنا في الماكينه باش كتطلق في ساعه، ولا بالمدلك اللي ما عندوش الماكينه المدلك. الزوائد كامله كنزولوها. هذه المرحله مهمه بزاف، ضروري انها تغرب لان كاينين البقايا. الماكينه واخا كطحن كيبقاو البقايا بصح. شوف البقايا هادو ما كيصلحوش لان ما كيعاونوناش في الطلخ نتاع التوراق ديال العجينه. يلا دابا فاش غربلنا الطحين نتوما كتشوفوا بان ما كيبقى فيه حتى شي حاجه، يعني كيكون املس الطحين ملس. الطريقه هذه طريقه مزيانه بزاف، كتساعد بزاف. ضروري ما تغربلي من بعد ما كتشربيها بديك النواشف كامله كتخلطيهم. هذا كامل حيدتي منه، شتي هذا كامل كيقطع العجين. كامل كيقطع العجينه ما صالحش يبقى فيها. ضروري كنغربلو الطحين. دابا كننتقلوا للسوائل. هنايا عندنا الضامه الزعفران الحر مع 4 كاس د الخل. ضامه الزعفران الحر هذه الضامه كنور. اللي بغى يستعمل ضامتي او اللي يدير الزعفران شعره، المهم هي مذوبه في الخل. 4 كاس 4 كاس نتاع الخل. 4 كاس لسون 2 كيلو ديال الطحين. نصفيوها باش ما يبقى شي حاجه، شي حاجه ما عادي تقطع لكم العجينه. يعني كاس نتاع مزهر، دابا كاس نتاع الماء. تقدي في كاس بكاس كتخلط باش ما كتضيفيش الماء في دقه واحده، انت كتضيفيه بشويه بشويه وانت كتخلطي.
دابا درتي الكاس الثاني. كاين الدقيق منه كيتشرب، كاين الدقيق اللي ما كيتشربش. ضروري عينك ميزانك. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا خوتي راه كنصدع، يعني ما قدرتش نكمل معكم الفيديو على داكشي، يعني حبست الصوت ونهضر معكم ونشرح لكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما جمعت الاخت سعيده شباكيه بهذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا معايا راه قسمت هذيك 2 كيلو على 2 باش كتعدلكها مزيان بهذا الشكل حيت كتكون العجينه قاصحه. كيف ما كتشوفوا معايا راه قسمتها على 2 بهذه الطريقه هذه، وكدلك بشويه بشويه. وهنايا كنقطعوها بهذا الشكل وكنلويوها واحد شويه وكنعملوها في بلاستيكه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا دابا كنعملوا بهذا الشكل هذا. ضروري من هذه المرحله هذه كنعملوا هاد التنيات هادو وكنعملوه في بلاستيكه وكنخليوها على جنب، يعني ملي كنطلقوها كنطويوها وكنعملوها بحال البلاستيكه وكنخليوها كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا كنشكر بزاف قناه يوميات صهيب، كنتمنى تدخلوا عندها وتشرفوها وتنوروها ونتعاونوا مع بعضياتنا. علاش لا؟ كيف ما كتشوفوا معايا كنا معاونين ما شاء الله. هنايا بعد ما طلقنا العجين ديالنا في الماكينه بهذا الشكل كناخذوا هاد المرشم هذا وكنعملوه به. يعني الصراحه هذه كتنفع بزاف، يعني الشباكيه كتجي مقاده وكتجي في نفس الحجم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وهنايا نشارك معكم التشبيكه ديالنا، يعني تشبيكه ساهله. كنقسموا العجينه ديالنا يعني لهذيك الشباكيه على 5 وكنطيحوا وحده وكنهزوا وحده، وديك الجوج تحتاني اللي كيبقاو لنا كنلصقوهم مع بعضياتهم وكنقلبوها. هي كتجيني على هذا الشكل هذا، على شكل ديال الوريضه كيف ما كتشوفوا معايا. الطريقه ديالها راه ساهله الصراحه. نعاود معكم وحده اخرى ان شاء الله. وراه تبارك الله كلشي كيعرف يشبك بكل واحد الطريقه ديالو. انا كتعجبنا هاد الطريقه هذه، كتجي شباكيه مورده وكتجي مزيونه ومفتوحه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. وديك التحتانيه اللي كيبقاو لنا ديك الجوج كنلصقوها مع بعضياتهم وكنقلبوها بهذا الشكل وكنشبروا جوانب كيف ما كتشوفوا معايا. وتبارك الله راه عطانا واحد الكميه كثيره ما شاء الله 2 كيلو. هنايا بعد ما سالينا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا ندوزو للمرحله باش نقليو الشباكيه ديالنا ونشارك معكم كلشي ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش واحد البصمه اللي بقى معايا حتى لهنا، ما واحد البصمه جزاكم الله خيرا انتم كتنساوها. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم والاصدقاء ديالكم باش تعاون فائده ان شاء الله باذن الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عملنا الزيت ديالنا حتى كيطيب مزيان وكنقصوا على العافيه وكنخليو الشباكيه ديالنا طيب في المهل باش ما تلهبناش وتبقى من الداخل خضره كيف ما كتشوفوا معايا. يعني ملي كنوضعوا الشباكيه ديالنا في الزيت كنقصوا العافيه وكنخليوها طيب في المهل بهذا الشكل حتى كتاخذ واحد اللوين وكنعملوها في العسل. كتشوفوا معايا العسل ما شاركتوش معكم، يعني سبقت لي شاركته معكم. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كتاخذ الشباكيه ديالنا هذا اللوين هذا بهذا الشكل كنعملوها في العسل. يعني بتعرفوا الشباكيه ديالكم راه ناجحه ملي كتعملوها في العسل، يعني كتسمعوا واحد الصوت، يعني راه الشباكيه كتكون ناجحه ومهويه من الداخل وكتجي ما شاء الله كتجي واحد الشباكيه يا سلام. كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تبارطاجيوه مع صحابكم والاصدقاء ديالكم. هنايا كنخلي الشكر لقناه يوميات صهيب والاخت سعيده، تبارك الله عليك نورتوني وشرفتوني في هذا لا فيديو هذا. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي واحد الشباكيه ما شاء الله مجعبه من الداخل وشاربه العسل وكتجي غزاله ما شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. ومع السلامه.